هل أنيميا الأم الحامل ممكن تؤدي لموت الطفل؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده. أنا دكتورة يسرا محمد، أخصائي علاج طبيعي، وأنا حاليا في ماجستير العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها. في الفيديو ده هنتكلم عن الأمراض الجينية والتشوهات اللي بتحصل للأطفال وأسباب كل واحدة فيهم. مبدئيا خلينا نبدأ بالأمراض الجينية. الأمراض الجينية أسبابها أكتر من سبب. أول حاجة ممكن يكون سن الأم. لو الأم سنها فوق 40 سنة ده بيأثر على الأطفال وبيطلعهم عندهم أمراض جينية. زي إيه مثلا؟ زي الداون سيندروم، ده من أشهر الأمراض الجينية اللي بيجي نتيجة كبر سن الأم. طيب تاني حاجة إيه؟ تاني حاجة التعرض للإشعاع. يعني الدكاترة مثلا اللي بيشتغلوا في الأشعة، الأم الحامل لو دكتورة بقى حامل وبتتعرض للإشعاعات بشكل متكرر، هيحصل إن الطفل ده هيحصل عنده مشاكل جينية، لأن الإشعاعات دي بتغير في الجينات فبيطلع الطفل عنده مرض جيني. تالت حاجة التعرض للفورمالين. الفورمالين بيبقى موجود أكتر في المشرحة، فدكاترة التشريح مثلا اللي بيتعرضوا له بيكونوا عرضة للأمراض الجينية لأطفالهم. وفي حاجة كمان، هل احنا بنتعرض للفورمالين ده؟ احنا بنتعرض له فعلا، لان الجبنه التركي بيدخل فيها في صناعتها جزء من الفورمالين، فده بيخلي استعمال او استهلاك الجبنه التركي عمال على بطال في كل وجباتنا او بشكل مستمر، بيراكم عندنا في جسمنا نسبة عالية من الفورمالين، بتغير في جيناتنا احنا، فتيجي نجيب بيبي يبقى البيبي ده متأثر وعنده مرض جيني. طيب بعد كده ايه كمان؟ المبيدات الحشريه. التعرض للمبيدات الحشريه بشكل مبالغ فيه او بشكل متكرر، سواء عن طريق اللمس او عن طريق التنفس. يبقى زي ما قلنا المبيدات الحشريه التعرض ليها بيعمل مشاكل على مستوى الجينات، فبتأثر في تكوين الطفل نفسه فبيطلع عنده مشكله. طيب ايه كمان؟ المواد الحافظه. المواد الحافظه دلوقتي بقت موجوده في كل اكلنا تقريبا. ثانيا احنا بقينا معتمدين بشكل كبير عن الاكل الخارجي، بنجيب اكل طول النهار من بره وفاست فود واغذيه معلبه. كل ده المواد الحافظه بتدخل جسمنا، تغير في الجينات، تاثر في جينات الطفل اللي هيجي بعد كده، فتخليه عنده مرض جيني، عنده تشوهات، عنده مشاكل، الطفل ده مناعته بايظه خالص. فدي حاجه مهمه ان الامهات، حتى لو هما مش امهات، حتى قبل الجواز، من اول سن الجامعه كده، استهلاكنا للمواد الحافظه كتيره في الجامعه والفاست فود والكلام ده بيبدا يتراكم في جسمنا واحده واحده، فيجي في الاخر يأثر على ولادنا في المستقبل. فاحنا عشان نحافظ على صحتنا ونحافظ على صحه ولادنا نقلل الحاجات دي باكبر قدر ممكن من بدري، مش منستناش نبقى داخلين على جواز ولا على حمل علشان نمنع الحاجات دي او نقللها. بما ان التغذيه بتاعتنا بقت معتمده بشكل كبير على الاكل المعلب وعلى الفاست فود والحاجات الخارجيه، جسمنا بقينا معظم البنات او الستات عندهم نقص في الفيتامينات والعناصر المهمه اللي بتدخل في تكوين الطفل ده، وييجوا يتفاجئوا في المستقبل بطفل عنده مشاكل. الامراض المناعيه والتشوهات والمشاكل الجينيه كترت قوي الفتره الاخيره، بقينا بنشوفها كتير قوي. بسبب ايه؟ بسبب التغذيه. بقى فيه سوء جامد في التغذيه. يعني مثلا 80% من البنات والستات عندهم أنيميا. هل حد فيهم مدرك مشكلة الأنيميا ايه؟ هي بالنسبة لنا شوية دوخة، عدم تركيز، هدوخ شوية وهبقى كويسة، فبالتالي ما بننتظمش ان احنا ناخد حديد كويس ولا ان احنا ناكل اكل فيه حديد. لكن لما بنيجي عند الجنين لا، الموضوع بيختلف. الجنين ده لسه بيتكون، فالحديد ده بيدخل في تكوين الجنين نفسه، فبالتالي لما اجي اقول ايه المشاكل اللي هتحصل لو الام دي عندها انيميا عالية، الطفل ده ممكن يتولد ولادة مبكرة. الولادة المبكرة بتخلي الطفل ده عنده مشاكل، هو غير مكتمل النمو. ثانيا ممكن يحصل الطفل ممكن يموت اصلا نتيجة الانيميا بتاعت الام. ممكن بيحصل له ايه تاني؟ بيأثر على المشاكل الادراكية عند الطفل، يعمل له مشاكل ادراكية. يعني ايه؟ يعني نسبة ذكائه بتبقى قليلة، الانتباه بتاعه مش احسن حاجة. بسبب ايه؟ بسبب الحديد. لذلك احنا بننصح اي حد مقبل على الزواج ان هو بيعمل تحليل الانيميا قبلها ب3 شهور وياخد العلاج لمدة 3 شهور، وبيقف علاج الحديد ده او علاج الانيميا بيقف مع بداية الزواج او لو انا مقررة على حمل. ليه؟ لانه لو اتاخد حديد في اول 3 شهور حمل بيعمل تشوهات برضو في الاجنة. يبقى انا
مهم جدا داخله على مرحله زواج او ناويه احمل بين الطفلين، اخد حديد واظبط الانيميا بتاعتي ما يبقاش عندي فيها مشاكل عشان ما اظلمش طفل تاني. طيب ايه كمان؟ فيتامين د. يعني الترند اللي طالع نقص فيتامين د عند معظم الناس، ده بيخلي الام عندها نقص فيتامين د. الطفل ده يجي عنده ايه؟ هيجي عنده ريكتس، بصراحه كساح. ليه؟ هو هياخد منين فيتامين د عشان يتكون كويس؟ فبالتالي الام اثرت على الجنين. هو عامل لها شويه ارهاق وعدم تركيز وهمدان، لكن عند الطفل ده عمل له مرض دايم هنفضل نعالج فيه فتره طويله. كمان عندنا الفوليك اسيد. حمض الفوليك او الفوليك اسيد ده بيدخل في تكوين الخلايا العصبيه للطفل او القناه العصبيه بشكل ادق، فبالتالي نقص الفوليك اسيد بيخلي القناه العصبيه بتاعه الطفل دي ما تقفلش. لما ما بتقفلش بيخرج منها CSF، وبيخرج خلايا عصبيه من ظهر الطفل كده بتكون بارزه بره ظهره، وده بيأثر على الطفل تقريبا مدى حياته. ليه بقى؟ لان ده مرض بنسموه السباينا بيفيدا. ده بيعمل ايه؟ بيخلي الطفل ده ما يقدرش يمشي بعد كده خالص. بيبدأ ياخد جلسات علاج طبيعي فترة طويلة علشان يقدر يمشي. فبالتالي ان انا اخد فوليك اسيد من قبل الحمل بفترة واول 3 شهور الحمل ده مهم جدا جدا عشان الطفل ما يطلعش عنده اي مشكلة عصبية. بعض بقى الفيتامينات اللي هي مهمة واللي هي في نفس الوقت لو كترت بتعمل تشوهات برضو، هو فيتامين أ. فيتامين أ ده مهم علشان النظر والديفلوبمنت بتاع العين، تطور العين وان هو يكون شكلها طبيعي. ولكن هو لما بيكتر قوي في الجسم بيعمل تشوهات. مش بمعنى ان هو بيكتر قوي، هو احنا اصلا بصراحة مش محتاجين منه كميات كبيرة خالص. فلذلك دكاترة النساء في اول الحمل لا بينصحوا بعدم اكل مثلا الكبدة او الجزر، لانهم بيحتوي على كمية كبيرة قوي من فيتامين أ، وده هيعمل تشوه في الجنين. فبالتالي ناخد بالنا من الحاجات دي، ما نكترش منها او نحاول نبعد عنها قدر المستطاع في فترة الحمل. اكيد كل ام حريصة انها تجيب طفل سليم معافى، ولذلك احنا لازم ناخد بالاسباب، نبعد عن الحاجات اللي احنا قلنا عليها علشان نتجنب الامراض الجينية، ناكل اكل صحي. ودي رسالة حابة اوجهها بصراحة لكل البنات، كل البنات من سن 14 اللي فيما فوق، نهتم باكلنا، ما ناكلش فاست فود كتير، ما ناكلش يعني اكلات فيها مواد حافظه، علشان نحافظ على صحتنا وبالتالي نحافظ على صحه الاجيال اللي جايه ونجيب طفل سليم معافى. لان اكيد احنا هنزعل قوي لو جبنا طفل عنده مشكله بسببنا احنا. وفي الاخر بتمنى لكل الاطفال الصحه والعافيه. سلام.